حيتهنى في المشفى واحد يلا إنه صوت المناجاة المنبعث من صرخة أم تخشى من نكبة تحاول الفرار منها على أمل واحد لا ثاني له، لعلها طفلتي تنجو. أما هنا فيسأل الرجل بصوت مرتجف: أين الأطفال؟ أين هو سالم؟ هل من أحد يخبرني؟ هي صرخات وأسئلة ربما ظلت بلا جواب لساعات ثقيلة، وذلك إلى أن تكشفت خيوط المشهد الذي حمل معه مأساة جديدة ضربت موعدا قاسيا مع السوريين في شمال غرب سوريا، بحادثة سقوط حافلة مدرسية تقل عشرات الطلاب في مياه نهر العاصي قرب منطقة عيون عارة بريف إدلب الغربي، بعد أن انحرفت عن مسارها لتخلف فاجعة مؤلمة حولت رحلة مدرسية إلى كارثة يلفها الموت حينا وأمل النجاة في حين آخر. يقول الدفاع المدني السوري إن حادثة الحافلة المدرسية التي كانت تقل نحو 30 شخصا أسفرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين معظمهم من الأطفال، جراء الحادثة التي دفعت بمنظمة الخوذ البيضاء ووزارة الصحة في حكومة الإنقاذ إلى وضع كوادرهما بأعلى درجات الاستنفار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في إطار عمليات بحث لم تكن سهلة في ظل وعورة تضاريس المنطقة وارتفاع درجات الحرارة، عدا عن غياب الأدوات المتطورة التي من شأنها تسريع عمليات البحث والإنقاذ. هي مأساة جديدة تفرض نفسها على السوريين في شمال غرب سوريا، مكرسة فاجعة لا يبدو نسيان تفاصيلها القاسية أمرا سهلا، فالحديث هنا عن أطفال عاشوا ما عاشوه من المعاناة بفقد أسرهم جراء حرب الأسد على السوريين، أما اليوم فهم المأساة وأصل حكاية قاسية مات أبطالها وظلت الآثار